السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده هنعمل كيكة برتقال بالزبدة. وطبعا عارفين المنتج ده لما بنشتريه من بره بيبقى غالي قد ايه، بس بصراحة طعمه بيكون مميز جدا. يلا بينا نخش على المكونات ونشوف هنعمل ايه النهارده. انا كده معايا نص كيلو من الدقيق، يعني ممكن نقول 4 كوبايات من الدقيق المج العادي جدا. ومعايا كمان كوباية من السكر، وطبعا انا حاطة هنا سكر بودر عشان عايزة اوصل لنتيجة معينة. ومعايا كمان نص كوباية من الزبدة، انا مخليها بدرجة حرارة الغرفة علشان تبقى سهلة معايا في الشغل. وكمان معايا كوباية عصير برتقان، وطبعا تقدري تضيفي كمان بشر برتقان، ومعايا فانيليا و4 بيضات. ومعايا كمان نص كوباية من النشا. أنا بس هاضيف كمان باكو كده من البيكنج باودر على الدقيق بتاعي، وطبعًا هاحط عليه ذرة ملح، وهاحط كمان الفانيليا على البيض. وطبعًا مكوناتنا سهلة، وإحنا في موسم كويس جدًا يعني إنِّك تعملي منه تعملي بالبرتقان وصفات كتيرة جدًا، وهنعمل إن شاء الله مع بعض كذا حاجة بالبرتقان، لإن بصراحة لازم نستغل وجوده. كده على طول هابتدي بقى أجيب الخلاط بتاعي وهنشوف هنعمل إيه. طريقة سهلة جدًا، المكونات سهلة، وتقدري تضيفي كل حاجة أنتِ عايزاها هنا. تقدري تشيلي نُص عصير برتقان وتحطي نُص لبن، تقدري تشيلي عصير البرتقان خالص وتحطي قصنص برتقان على اللبن. اللي أنا حطيته ده نُص معلقة كبيرة من مُحسِّن الجل بتاع الكيك. لو أنتِ مش عندِك ده تقدري تستغني عنه، ما فيش أي مشكلة خالص. هابتدي بقى إن أنا أضيف النشا بتاعتي، نُص كوباية النشا على الدقيق. هاشيل بقى العصير بتاعي كده والزبدة على جنب. هانزل الأول في الخلاط. لو ما عندكيش مش عايزة تعمليه في الخلاط وعايزة تعمليه سريع، هتقدري تعمليه بالمضرب اليدوي بتاعنا عادي جدًا. عندِك مضرب كهربائي وحابة تحطي كل مكوناتِك على بعضها، ما فيش أي مشكلة وهيطلع معاكِ في منتهى الجمال. أنا هنا ضربتهم في الأول كده في الخلاط، وزي ما أنتم شايفين وصلت للقوام اللي أنتم شايفينه ده. هابتدي بقى أضيف على طول الزبدة بتاعتي، نُص كوباية من الزبدة. وتقدري كمان تخلّي نُص كوباية من الزبدة ده نُص المقدار زيت ونُص زبدة زي ما أنتِ عايزة. شايفين القوام اختلف معايا إزاي؟ على طول بقى هانزل بكوباية كبيرة كده من عصير البرتقان. وزي ما قُلت لِك تقدري في الوقت ده تحطّي بَشر برتقان، بس مش هتحطّيه على الخليط وهو بيتضرب في الخلاط. بعد ما هتخلّصي خالص معلقة يعني هتقلّبيه في الخليط السائل بتاعِك، وبعد كده تنزلي عليه. زي ما أنتِ شايفة كده هننزل على الدقيق. حطيت عليه البيكنج باودر، وحطيت عليه كمان ذرة الملح بتاعتنا اللي متعودين عليها. هو هياخد إن شاء الله الكمية كلها، زي ما انتم شايفين أنا بانزّل المقدار بتاعي كله من الخلاط عشان تبقى مقاديري مضبوطة، وأبقى وصلت للقوام اللي أنا عايزاه. الكيكة دي بقى الاختلاف الوحيد فيها إن هي ممكن يكون قوامها أنتِ شايفاه تقيل شوية عن الكيك العادي اللي إحنا بنعمله. أيوه هي قوامها بيبقى تقيل شوية مش أوي، بس زي ما انتم شايفين يعني ماسك نفسه شوية عن الكيكة اللي إحنا متعودين عليها. أنا هنا بطّنت الصينية بتاعتي بدقيق، وطبعًا أنا كنت دهناها بالزبدة كويس جدًا. ولو أنتِ مش حابة زبدة تحت في الصينية تقدري برضه بمعلقة زيت كده تدهني الصينية كويس جدًا، وبعد كده تحطي الخليط بتاعِك. بعد ما تبدّريها كده أنتِ ضمنتِ إن الكيكة بتاعتِك مش هتلزق ولا أي حاجة، لونها إن شاء الله هيبقى ممتاز. بخلة أسنان كده بقى هابتدي إن أنا أطلّع الفراغات بتاعتي، وزي ما شُفتوا أنا اللي هو خرّجت الهوا بتاع الكيكة كلّه علشان يعني ما تبقاش فيها مسامات واسعة من جوّه، يبقى شكلها مش لطيف كده. كده إحنا عملنا كل حاجة ممكن تخلّي الكيك معانا ناجح بنسبة مليون المِيّة. يالّا بقى نسمّي الله وندخّلها الفرن ونشوف بعد ما خرجت عملت إيه. شايفين الجمال؟ يعني الجمال هنا بيتكلّم عن نَفْسه، شكلها روعة، لونها من جوّه خطير، خطير. طبعًا زي ما أنتم شايفين يعني من تحت زي من فوق. وهاورّيكِ كمان قد إيه هي طرية، هتوفّر علينا كتير جدًا. الكيك بالزبدة وبطعم البرتقان ده يعني عايزة أقول لكم برّه بالشيء الفُلاني زي ما بيقولوا كده. فإحنا عملناه النهارده بحاجات مضمونة وعملناه بإيدينا لأولادنا. عايزة أقول لِك أنتِ كمان هتحبيه أكتر من أولادِك. تعالوا بقى أورّيكم من جوّه عاملة إزاي وقد إيه هشة. شايفين طرية إزاي؟ طرية وهشة بطريقة ما حصلتش. يمكن دي من الوصفات من أحلى الوصفات الكيك اللي باحب أعملها، لإن مضمونة جدًا وكمان طعمها مميز أوي. وبصراحة يعني بتوفّر عليّا كتير إن أنا أشتريها من برّه. وطبعًا زي ما إحنا عارفين إحنا بنحب نعمل حاجة بإيدينا وضامنين هي معمولة إزاي.
يا رب تكون وصفة النهارده حلوة وتعجبكم وتجربوها وتنجح معاكم زي ما نجحت معايا وتكون أحلى إن شاء الله. وطبعًا زي ما أنتم عارفين الكيكة بالذات لو أنتم حابين السمك بتاعها أعلى من كده هنقلل حجم الصينية أو مقاس الصينية بتاعتنا هتبقى أعلى من كده، لكن الكيك دي بالذات تحب أوي إن هي ما تبقاش عالية وتبقى جميلة كده وقطعة صغيرة في إيديكِ. لو الفيديو عجبكم يلا دوسي لي لايك ودوسي لي اشتراك لو أنتِ أول مرة تنوريني في القناة، وكمان هاستنى منِّك يشجعني في الفيديوهات اللي جاية ويشجعني كمان إني أكمل. يلا استنوني في فيديو جاي قريب مش بعيد بإذن الله، وكل وصفاتنا إن شاء الله هنعملها مع بعض أول بأول، وكمان هنعمل وصفات كتيرة جدا من البرتقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.